السلام عليكم. معكم صحراوي عبد المجيد، عضو المجلس الإداري لمنظمة بدائل للطفولة والشباب، ومسؤول عن التربية البيئية والتنمية المستدامة. بطبيعة الحال بشراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض تتواجدوا معنا مجموعة ديال الأطر التربوية اللي تأطروا مؤخرا في مدينة مركز بوزنيقة، اللي هو تدريب كان تتعلق بما هو تدريب تكويني أو تدريب خاص باليافعين أو ما يسمى بالمراهقين، وكذلك التدريب اللي كان في مدينة المحمدية ديال رؤساء المخيمات أو ما يسمى بالمديرين سابقا. إذن هذه الحلقة هذه تنديروها إعادة التكوين في المجال ديال الأنشودة، وكذلك في مجال أهمية ديال التربية البيئية بالمخيمات الصيفية، ومن طبيعة الحال تنعطيهم بعض الحويجات اللي هي مبادئ أولية في هذا المجال، ومن بعد غيكون عندنا مناسبات أخرى باش نزيدوا نطوروا وباش نعطيوهم مجموعه ديال المهارات ومجموعه ديال الكفايات في هذا المجال ديال التربيه البيئيه والتنميه المستدامه. وشكرا لكم.